من سيجيب على هذا السؤال؟ هل يستقيم؟ يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، أو كثرة مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسألتهم أو مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. راوي الحديث الصحابي الجليل أبو هريرة حافظ الأمة، من حفظ الله بسببه جل السنة. اختلف في اسمه واسم أبيه كما هو الشأن في من اشتهر بشيء بحيث ينسى غيره، فكل من اشتهر بالكنية يخفى اسمه على الناس، ومن هؤلاء أبو هريرة. اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، لكن الأكثر أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات، تأخر إسلامه وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحفظه غيره بسبب الدعوة النبوية له، حيث أمره ببسط ردائه فبسطه فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، فما نسي شيئا بعد ذلك، ما نسي شيء رضي الله عنه وارضاه. وأيضا من الأسباب ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، لم يفرط بلحظة واحدة، لم يفرط بيوم واحد في صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الملازمة تورث مثل هذا. أما الشخص الذي يجعل العلم وطلب العلم على تيسر الفراغ فمثل هذا لا يدرك. وقد أخبر رضي الله عنه وأرضاه عن سبب حفظه لما حفظه من السنة أن أصحابه من المهاجرين والأنصار، المهاجرون كان يشغلهم الصفق بالأسواق، والأنصار كان يشغلهم العمل بمزارعهم. أما هو فقد تفرغ لملازمة النبي عليه الصلاة والسلام فحفظ ما لم يحفظه غيره. ومع ذلك
يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثت عنه عليه الصلاة والسلام. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالكتمان شأنه خطير. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالكتمان شأنه خطير. وأيضا الإكثار من التحديث وتحديث المرء بكل ما سمع هذا أيضا خطير. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأنه لا بد أن يقع في الكذب. فعلى الإنسان أن يتثبت، عليه أن يتثبت ولا يسترسل. وعليه أيضا إذا تعين عليه الجواب أن يجيب، وإذا تعين عليه التحديث أن يحدث، فلا استرسال وتساهل في شأن التحديث والفتوى، ولا إمساك ولا إحجام عند التعين. فأبو هريرة رضي الله عنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الدعوة وبسبب طول ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، واشتد غضبه على من أبغضه وقلاه. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لأن يحببه للناس وأن يحبب الناس إليه، فصار رضي الله تعالى عنه من أحب الناس إلى الصحابة. ومع ذلك يتهم أبو هريرة قديما وحديثا. وثبت عند أهل العلم بسند صحيح أن رجلا تكلم في أبي هريرة وقدح في أبي هريرة في مجلس، فنزلت حية من سقف دار فلسعته فمات. يتهم أبو هريرة لماذا؟ لأنه إذا اتهم أبو هريرة وهو أحفظ الصحابة للسنة هدمت السنة، لأن العدو المغرض الذي يريد هدم الدين والنيل منه ومن أهله ما يعمد إلى شخص ما يروي إلا شيء يسير، لأنه يتعبه ذلك، لأنه في مقابل أبي هريرة يحتاج إلى أن يقدح في 1000 شخص. وإذا قدح في أبي هريرة هذا المغرض الذي يريد هدم الدين على حد زعمه يرتاح من كثير من السنة. ولذا كثر الكلام فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قبل المفسدين المغرضين الذين يريدون هدم الدين والنيل منه. ما تجد أحد من الزنادقة والملاحدة تكلم في المقلين من الصحابة، ما في أحد تكلم في من لم يروي إلا حديث واحد أو 2. أبيض بن حمال ما تكلم فيها أحد. لماذا؟ لأن الذي يتكلم في مثل هؤلاء يحتاج إلى أن يتكلم في 1000 من الصحابة، لكن إذا تكلم في أبي هريرة يهدم الدين، لأن أبا هريرة حافظ الصحابة، وعرفنا السبب في كونه حفظ. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام لما بسط رداءه فما نسي شيئا بعد ذلك. وأيضا لزم النبي عليه الصلاة والسلام، فالملازمة تورث المعرفة. ولذا أهل العلم يقدمون في الرواية بطول الملازمة للشيوخ. الراوي الذي يطيل الملازمة للشيوخ مقدم على
من لم تطل ملازمته لهم. فأبو هريرة رضي الله عنه لزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، لا يريد غير ذلك، لا يريد إلا ما يقيم صلبه، ليس له غرض في شيء من أمور الدنيا أبدا. لماذا؟ لأنه عرف الهدف الذي من أجله خلق، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وناء بهذا الحمل العظيم وحمله على خير ما يرام وعلى أكمل وجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبلغه إلى من بعده، واستحق الدعوة النبوية. نظر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه ثم أداه كما سمعه. هذا أبو هريرة توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 7 أو 8 أو 59 بالمدينة. والحديث جاء بألفاظ، ومما يذكر في سببه سبب ورود الحديث ما خرجه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قام فيهم خطيبا فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا هو السبب. ولو نظرنا إلى حال الأمم السابقة وجدنا أنها ابتليت بما كان سببا لهلاكهم، ابتلوا بالأغلال والآثار لكثرة مسائلهم. فعلى سبيل المثال اليهود لما أمروا بذبح بقرة، أمروا بذبح البقرة، لو خرجوا إلى السوق واشتروا أي بقرة، أدنى بقرة، امتثل الأمر، لكنهم قالوا: ماذا قالوا؟ نعم نعم لا، أولا سنها، ثم لونها، ثم ما يميزها عما يشابهها. قال: إن ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، متوسطة في السن. لو ذهبوا إلى السوق بعد هذا، ذهبوا قبل السؤال فذبحوا بقرة صغيرة أو كبيرة، سوداء ولا بيضة ولا أي لون جاءت عنها. الآن سألوا عن السن فقيل لهم لا فارض ولا بكر، متوسطة. لو ذهبوا إلى السوق ووجدوا بقرة متوسطة السن من أي لون يكون امتثلوا الأمر، لكنهم قالوا: لنا ربك يبين لنا ما لونها، فضاقت الدائرة عليهم.